مساء الخير يا أصدقاء. كما العادة نال الدول أشرف حكيمي دوره القيادي مجددا في القائمة العامة للفريق النموذجي والمثالي لدور الربع النهائي مونديال الأندية، ليس لأنه قدم كالعادة أداء رائعا، بل لأنه صنف أيضا نجما عالميا سطر في قمة فريقه الباريزي أمام بايرن ميونخ تمريرة حاسمة للهدف الثاني بطريقة خيالية. قامت العديد من المواقع والوسائل الإعلامية العالمية في مقدمتها سوفاسكول والكيب الفرنسية باختيار الظهير المغربي العالمي ونجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ضمن التشكيل المثالي لدور الربع النهائي مونديال الأندية المقام حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. وجاء اختيار حكيمي في هذا التشكيل نظرا للمردود الكبير الذي قدمه في مباراة بايرن ميونخ أمس الثلاثاء ومساهمته الرائعة والتاريخية بتمريرة كرة حاسمة لزميله عثمان ديمبلي الذي سجل الهدف الثاني لسان جيرمان المنتصر بهدفين دون مقابل. وكانت تمريرة حكيمي الحاسمة غاية في الروعة بعدما تجاوز بطريقة ذكية ثلاثة مدافعين الفريق البافاري، وبهذه التمريرة أصبح الدول المغرب أكثر اللاعبين قاموا بتمريرات حاسمة في موسم واحد ب26 تمريرة، محطما رقم 25 الذي كان بحوزة البرازيلي داني ألفيز عندما كان ظهيرا أيمن لنادي برشلونة. بينما الخبر الثاني أوكسير يفاوض بولونيا للتعاقد مع العزوزي حرصا منه على تعزيز خط وسطه. وضع أوكسير نصب عينيه الدول المغربي أسامة العزوزي لاعب خط وسط نادي بولونيا الإيطالي. وتسارعت الأخبار اليوم من فرنسا لتقول أن المفاوضات بدأت بالفعل مع هذا اللاعب الذي أنهى موسما قصيرا بسبب الإصابات، بل يسرع أوكسير من وتيرة تحركاته في خط الوسط ويأمل في إتمام صفقة انتقاله قريبا. وكشف فابريزيو رومانو أن أسامة العزوزي هو محور مفاوضات أولية بين الناديين، ويرتبط العزوزي بعقد مع ناديه في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية حتى عام 2027، بينما تتراوح قيمته التسويقية بين مليون ومليوني أورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين. ومن جهة أخرى قد يرضي هذا السعر الزهيد نادي أوكسير الذي سيظل عليه الحذر بشأن لياقة اللاعب المغربي الدولي عندما غاب عن النصف الأول من الموسم. وأخيرا رأى شابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني أن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم ستكون تحديا كبيرا بعد تخطيه بروسيا دورتموند. وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: أعتقد الإسباني لويس إنريكي ينقل حاليا طاقة إيجابية جدا منذ الدور الثمن النهائي لعصبة أبطال أوروبا، وباريس سان جيرمان يقدم مستوى عاليا جدا وسيكون ذلك تحديا كبيرا بالنسبة لنا. وأضاف المدرب الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي: علينا الآن أن نفوز في النصف النهائي، نأمل أن نبلغ النهائي ونتحسن ونتطور كفريق، لقد أصبحنا أقرب بكثير الآن وسنواصل على هذا النحو الإيقاع الجيد. كما أعرب ألونسو عن إعجابه بمشاركة الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفه الأول في المسابقة من ضربة مقصية رائعة. وكان عميد المنتخب فرنسا قد غاب عن كامل الدور الأول بسبب إصابته بالتهاب معوي حاد قبل أن يعود إلى المنافسات في الثمن النهائي أمام يوفنتوس الإيطالي عندما دخل بديلا في الدقيقة 68. وقال مدرب ريال مدريد أنه بحال أفضل، لم يصل إلى بعد إلى نسبة 100%، لكنه يتحسن كل يوم ولديه الآن 4 أيام إضافية قبل النصف النهائي. وكانت هذه هي أخبارنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء، مع السلامة يا أصدقاء.